السبت مع الربعه الوداد والكوديم. فريق الوداد البيضاوي اللي رجع من بعيد حقق نتائج ايجابيه، 5 انتصارات متواليه. غيلعب مع الكوديم اللي تا هو كيقلب باش يحقق نتائج ايجابيه. يمكن الكوديم هو الفريق هذا الموسم اللي في الماتشات الكبار وخصوصا مع الانديه الكبيره والانديه اللي عندها تاريخ كبير، وخصوصا هذه المقابلات الكبيره اللي عشناها في واحد الوقت مع الجيش، مع الرجاء، مع الوداد، كان في الطوب. فريق نادي المكناسي اللي كان مع الفرق اللي لاعبين على الطيوح، فطلع للرتبه العاشره، عنده 26 نقطه نادي المكناسي. ومع الاشاره بدينا نديروا الاشاره ان تحيد ليه الرباح وضاع في ماتش زعما هكاك هباء منثورا، مشاو ليه 2 بوان 3 بوان ديال الانتصار ديالو مع الجيش. مقابله صعيبه بزاف. الوداد اللي غيلعب مع فريق كيعرف يلعب وسط الضغط، كيعرف يلعب على الاكستيريور. وكوديم الوداد اللي خدت كيف كنقولوا شدت الطريق، جابوا لاعبين محترفين ولا لاعبين اجانب اللي عطاو لو بلوس. انهم ماتش الاول الثاني واخا لعبوا 15 مينوت ولكن ماركا ودخلوا في الاجواء دغيا. مقابله مهمه وانتصار مهم لا للوداد ولا للكوديم. كنظن بان الوداد يعني هذه افضل مرحله كيمر منها هذا الموسم، يعني تحقق 5 ديال الانتصارات وترجع من بعيد وتكون في المركز الثاني بعد على بعد ديال 2 النقاط من الجيش الملكي. كنظن لو ان الوداد كان عنده هذا الباركور من البدايه ما غيكونش عنده هذا فارق النقاط على نهضه بركان، وغيكون من الانديه اللي كتنافس على اللقب. ولكن يعني كان ذاك الوقت اللي كنا كنتكلموا عليه باش ان مكوينه ياخذ الريتم ويتعرف على يعني الدوري الاحترافي ويصلح الاخطاء ربما اللي كان كيوقع فيها، ويلقى الطريقه وحتى التركيبه البشريه المناسبه بالنسبه لفريق الوداد الرياضي. فاخذت وقت وبالتالي ضيعت على الوداد مجموعه من النقاط. مي يعني من بعد هذه الفتره هذه ومن بعد ما يعني استقرعت التشكيله وعزوا الصفوف، فكنظن ان الوداد اليوم في افضل الحالات ديالو، 5 ديال الانتصارات. صحيح مباراه غتكون صعيبه مع النادي المكناسي اللي ربما حتى هو يعني الاداء ديالو تحسن بواحد الشكل كبير مع سي عبد اللطيف جريندو. كنظن بان المباراه غتكون صعيبه على الفريقين بجوج. عبد اللطيف يعني عرفنا مع النادي المكناسي الاداء ديال الفريق تحسن، ولو ما كانش يعني في البدايه ديال الموسم ما شرفش على التعاقدات، ما يحاول يعني في الميركاتو يعني الشتوي انه يجيب بعض اللاعبين اللي عندهم شويه تنافسيه ويعني يعاونوا الفريق في بعض المراكز، ولو مازال كيعاني في خصائص بعض يعني مراكز اخرى. مي كنظن بان المباريات اللي دار مع الجيش الملكي ومع يعني الانديه الاخرى في يعني المباريات الاخيره كان في المستوى. فكنظن هذه من المباريات اللي تقدر تعطيك يعني انطباع على الوداد الرياضي فين وصل في المستوى. يعني واش يعني لو انه دارك الموقف من قبل كان يكون مع يعني الانديه المنافسه على اللقب، لان النادي المكناسي مع جريندو طريقه باش كيلعب طريقه منظمه، كيحاول انه يعني ما يبانش الفرق بينه وبين الانديه اللي كاين معاه، ولو تكون عنده تركيبه بشريه افضل. فكنظن مباراه صعيبه بالنسبه للوداد وبالنسبه للنادي المكناسي، لان النادي المكناسي محتاج النقاط اكثر من الوداد الرياضي. ربما الوداد كاين داك الصراع على المركز الثاني، ولكن النادي المكناسي باش يبعد على اكثر على يعني المراكز ديال السد اللي فيها حسنية اكادير وشباب السوالم، فخصو يحقق انتصارات اخرى باش يوسع الفارق ويضمن على الاقل يبقى مع يعني وسط الترتيب. خصوصا ان الموسم الاول اللي في القسم الاول فهو محتاج انه يبقى يثبت القدم ديالو، ثم يعني الموسم المقبل يشتغل على اهداف اخرى. فكنظن الوداد بعد هذا الباركور اللي دار ديال 5 ديال الانتصارات المعنويات جات مرتفعه، عز الصفوف ديالو بلاعبين جداد. بان واخا هذاك الوقت الواجز اللي لعبوا بانهم يعني زعما عازمين ولا عندهم يعني انهم يعطيو اضافه للفريق الوداد الرياضي، وهذا هو اللي يخلينا نشوفوا مباراه في المستوى ان شاء الله. ونتمنى نشوفوا ماتش كبير، ماتش ديال الوداد والكوديم مع الربعه ديال العشيه.